برونو لاج هو مدرب الأهلي المحتمل، بس مين هو برونو لاج أصلا؟ برونو لاج هو مدرب برتغالي عمره 49 سنة، معظم فتراته التدريبية كانت في البرتغال تحديدا في نادي بنفيكا. بدايته كانت في فرق الناشئين هناك، وخرج فترات يشتغل فيها مساعد مدرب في أندية زي شيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي، وده كان قبل ما يرجع بنفيكا عشان يمرن الفريق التاني كأول تجربة ليه يكون فيها مدرب بجد. وهناك ما قعدش كتير، 186 يوم خاض فيهم 13 مباراة، كسب في 8 وتعادل في 3 وخسر 2، عشان بعدها يمرن الفريق الأول لنادي بنفيكا، ودي كانت احسن فتراته التدريبيه، كسب فيها دوري وسوبر. بعد كده طلع على البريمير ليج عشان يمرن نادي وولفز. كانت تجربه مش زي تجربه بنفيكا، لانه هناك خسر مباريات اكتر ما كسب، وبعدها قرر يروح تجربه جديده خالص عليه في نادي بوتافوجو البرازيلي. تجربه استمرت ل 78 يوم بس، وبعد كده انتهت، ورجع مره تانية لبنفيكا لمده موسم، وفي الموسم ده قدر يحقق الكاس والسوبر قبل ما يقال من اسبوع بسبب خساره مفاجاه في دوري الابطال من نادي كاراباج. وحاليا هو الاسم الاقرب لتدريب الاهلي، وهو اسم كويس جدا بالمناسبه، واهم مميزاته هي اكتر حاجات الاهلي محتاجها حاليا، وهي الانضباط والنظام. قول لي انت ايه رايك في برونو لاج، وهل شايف انه ممكن ينجح مع الاهلي ولا لا؟